بتحكم على الناس بسرعه وممكن تاخد انطباع من اول موقف. اسمع القصه دي. في كتاب العادات السبع للناس الاكثر فعاليه، المؤلف نفسه ستيفن ار كوفي بيقول الموقف الاتي: انه مره دخل المترو ولقي المترو هادي وجميل والدنيا زي الفل. دخل راجل هو واطفاله، ومره واحده الدنيا اتقلبت زيطه، بيزعقوا في بعض، صوتهم عالي، بيحدفوا حاجات على بعض. وابو الاطفال قاعد جنب ستيفن هادي ما بيتكلمش خالص، استنى انه يقول لهم اي كلمه، ده مش متكلم خالص. راح ستيفن بص له كده قال له: اطفالك عمالين يزعجوا الناس وانت حتى مش قادر تقول لهم كلمه واحده تهديهم، انت شخص عديم الاحساس. الراجل بقى كان مغمض عينه وفتح عينه كده فجاه، وراح تدارك الموقف وقال له: انت معاك حق، انا بس مش مدرك الموقف حواليا، انا لسه جاي من المستشفى انا واطفالي، مامتهم لسه ميته حالا، واعتقد هم كمان مش مدركين الموقف زيي. ستيفن بيقول كده في الكتاب، بيقول: تخيلوا بقى احساسي انا ايه كان عامل ازاي في الموقف. فببساطه شديده ادرك ان هو حكم عليه من غير ما يعرف ايه اللي ورا اللي بيحصل. واحنا كمان للاسف كل اللي بيفرق لنا الموقف واللي ضايقنا فيه، ولكن مش بنفكر ايه اللي حصل مع الشخص خلاه يعمل كده. قائد عظيم قال لي قبل كده، قال لي: ما تحكمش